بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومع قبسات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا راديو السلام يحييكم إلى جميع الأريتريين في داخل الوطن وخارجه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. الحديث الذي بين أيدينا هو حديث مختصر من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه هذا الحديث الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. والحسن ابن علي هذا الشاب الذي جمع الله به بين فريقين من المؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن ابني هذا سيد، وأن الله سيصلح به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وشباب أهل الجنة. والسبط هو ابن البنت وولد الولد، يعني يسمى حفيد. فقال سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفظت، أي حفظ من جده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم السبط ونعم الجد. قال: حفظت من جد رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث فيه فوائد عديدة، ومن الفوائد التي في هذا الحديث أن الإنسان إذا أصبح عنده يعني أسباط وأحفاد فينبغي أن يهتم بأحفاده وأسباطه، وخاصة أن الإنسان يكون قد اكتسب تجربة وخبرة طويلة في تربية أبنائه، وبالتالي يستطيع أن يستفيد من خبرته التي مرت مع أبنائه، من أخطائه التي مرت معه مع أبنائه، وأن يتجاوزها على أحفاده، وأن يساعد ويعين على تربية أبنائه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أعطى وقتا جيدا ومتميزا لأحفاده، ومنها أنه حفظ للحسن هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والريب هو الأمر الذي فيه شك، يعني وريبة، إذا شككت في الأمر هذا حلال أم هذا حرام، مثل الأحاديث المتشابهات التي ذكرنا، أو شيء أنت تعلم فيه، يعني ترددت فيه أن تفعله أو لا أن تفعله، وقلبك لا يرضاه، كما قال: وإن أفتاك الناس أفتوك. فالحق أبلج والباطل لجلج، الحق أبلج والباطل لجلج. فإذا الأمر وجدت في قلبك فيه الريبة والتردد والشك وحك في صدرك فينبغي أن تتجنب عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: دع ما يريبك إلى ما يريبك. قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ يعني أنا كيف أقدر أعرف أن هذا الشيء يعني فيه ريب ولا ما فيه ريب؟ قال: إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة. وقد روي هذا عن عطاء الخرساني مرسلا، وكما تعلمون أن الحديث المرسل هو الذي سقط منه صحابي. فعلى أي حال ينبغي الإنسان يحاول إن شاء الله تعالى أن يتجنب الأمور التي فيها الريب، وأن يتحقق من الأشياء، وينبغي أن يقف الإنسان عند الشبهات ويتقيها. فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، كما هو معلوم، لا يحصل منه قلق، لا يحصل منه اضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. هكذا قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، يعني أي الورع أمر صعب، وما ورد علي أمران. هكذا يقول الفضيل، نستفيد من خبرته يا أخواننا. يقول: ما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا لا يتناقض مع الحديث الآخر
أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو هذا في الأمور الواضحة البينة يعني، ولكن الأمور التي كان فيها شك وكان فيها ريب فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عنها صلى الله عليه وسلم. فإذا رابك شيء فدعه، ولكن خذ بما تطمئن إليه نفسك وتنزه عن الأشياء. وبعض الناس يمكن هذا الحديث هو درجة متقدمة يعني، فالذي مثلا يقع في المحرمات والكبائر هذا ما يقال له تورع. مرحلة الورع ومرحلة الطمأنينة وغير ذلك إنما هذه مرحلة متقدمة يحتاجها الصالحون والأخيار. أما الذي هو متورط في المعاصي والذنوب فينبغي أولا أن يصلح أحواله. وأما من يقع في كما ذكرنا في المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فهذا لا يحصل له أبدا، بل على الناس أن يأمروه أولا أن يتخلى عن المسائل الكبيرة، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، قال عجبا لكم يا أهل العراق تسألوني عن دم البعوض وقد قتلتم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين. وهكذا. وسأل رجل بشر ابن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. وهذا كلام نفيس. وكما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة دي الجزرة اللي يربط بها البقل، فقال أحمد إيش هذه المسائل؟ قيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم، فقال أحمد إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه بذلك. وإنما أنكر هذه المسائل من لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا. وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه يعني أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع. وكان أحمد لا يستمد من محابر أصحابه وإنما يخرج معه محبرة يستمد منها، واستأذن رجل أن يكتب من محبرته فقال له اكتب فهذا ورع مظلم. فعلى أي حال فإن الخير طمأنينة والشر ريبة أيها الإخوة. فرب سبحانه وتعالى قال لنا امشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فعلينا أن نأكل من أرزاق الله الكثيرة وأن نتجنب الشبهات التي تعترض لنا في طريقنا. والإنسان ينقي قلبه يا إخواني ويحاول أن يجد الطمأنينة والسكينة والراحة. وهذا القلب فيه الكثير من الوحشة وفيه الكثير من القلق وفيه الكثير من الأرق وفيه الكثير من الاضطراب، ولا يسكن إلا بالله جل جلاله. يعني يا إخواني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بأكل الحلال، ألا بالحق الأبلج، ألا بالخير الشديد الإنسان بهذا يجد الطمأنينة. وكذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإنسان عليه أن سواء كان الأمر متعلق به في نفسه أو متعلق بإخوانه، فالإنسان ينبغي أن يجتهد أن يكون كل تصرفاته يعني مع الناس في النصح والإرشاد، فيه عدم التدخل في شؤونهم، وفي نفسه أن لا يدخل على قلبه الشبهات والشهوات والأمور التي ليس فيها ريب، حتى يعيش الإنسان وهو سعيدا يعني بعيدا عن الوساوس، محمود السريرة نقي الأخلاق.
فهذا هو المطلوب من المؤمن في كل زمان ومكان. نسأل الله سبحانه وتعالى يا إخواني أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يحشرنا بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، والتوبة والاستغفار والدعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسألك لبلادنا وإخواننا وأهلنا السلامة والأمن، وأن يتقبل الله منا ومنكم، وأن يبلغنا ختام هذا الشهر ونحن في خير وأمن وأمان. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا. صدق